بعد نجاح الجزء الأول والتاني من فيلم الفيل الأزرق، فين الجزء التالت؟ فيلم الفيل الأزرق دراما جديدة جدا في السينما في مصر على كل المستويات، قصة وصورة وسسبنس، لدرجة ان الجزء الثاني حقق ايرادات عدت ال 100 مليون جنيه. ولما تشوف كواليس الفيلم هتعرف ان معظم طاقم العمل كان جاي من بره، يعني مثلا خبير تصوير تحت المية كان جاي من اسبانيا، مصمم المعارك من جنوب افريقيا، خبيرة الميك اب من صربيا. فكان فيه اهتمام في الفيلم ان كل حاجة تطلع صح. ويمكن عشان كده قال مروان حامد عن الفيلم انه فيلم صعب عشان بيحطك في حالة نفسية شبهه. متخيلين والله. اما كريم عبد العزيز فقال في حوار ليه مع الاعلاميه منى الشاذلي انه قرا الفيل الازرق قبل ما ينزل حتى كروايه، كان شبه مكتوب لسه بخط ايد احمد مراد. واستغرب كريم عبد العزيز ان هو هيعمل الدور ده لانه مختلف عن كل ادواره، وقال انه سال نفسه سؤال واحد وقعد يفكر فيه يومين او 3، هتعمل فعلا الفيلم ده؟ وده لانه كان خايف جدا من الفيلم وكان نفسه يعمل نقله في مشواره الفني، لكنه ما كانش متخيل ان النقله تبقى بالشكل ده. ومع بدايه عرض فيلم الفيل الازرق في جزء الأول ظهر شوية آراء بتهاجم الكاتب أحمد مراد، بتقول إن الفيلم والرواية متاخدين من فيلم تاتوست. ولكن رد مؤلف الفيلم أحمد مراد في برنامجه التوليفة إنه استوحى الفيلم من قصة كانت في مذكرات الجبرتي عن راجل بيستخدم الوشم بطرق فيها سحر، كان بيرسم تاتو على رجل الجواري عشان يبان شكلهم حلو. قال يعني الوشم بيجلب جني عشان يخلي البنات شكلها حلو. المهم إن الجزء الأول اتعرض ونجح رغم إنه تهاجم، والجزء الثاني كان أحلى ونجح بشكل غير عادي. وبعدها صرح صناع العمل احمد مراد وكريم عبد العزيز ان فيلم الفيل الازرق ليه جزء ثالث، ولكن لحد النهارده ما ظهرتش اي اخبار عن ميعاد محدد لنزول الفيلم. والسؤال هنا، تفتكر الفيل الازرق الجزء الثالث احداثه ممكن تبقى عامله ازاي؟ قولوا لنا رايكم في الكومنتس.